تريدون؟ أنا أتحدى أوباما، وخلي رحل على إيش غوانتنامو اسمه، خلي رحل. أتحدى أن يجيب على 3 أسئلة. إذا أجاب على سؤال واحد من الأسئلة ال3 بيكون هو على صواب. إذا سؤال واحد أجاب لن يجيب. ما معنى أن يأمر وزير خارجيته أن تصرح لاحظ أن في سوريا قاعدة، ووالله كذبوا، والله كذبوا، أن يصرح هناك قاعدة. لاحظ هناك قاعدة، ثم بعد أن وصل هذا التصريح إلى أسماع شعوبهم وإلى النظام بدأ بهذه المجازر. هذه إشارة نقطة الصفر، هي كلمة السر. مجرد ما نقول لك في قاعدة معنى طمنا شعبنا مشان انتخاباتنا، لعنة الله عليهم على انتخاباتهم، على انتخاباتنا، وطمنا شعبنا وحقوق الإنسان أغلقنا أبوابها، ثم ابدأ أنت في المذابح. في تيمور الشرقية مشاكل عادية طائفية، قالب الدنيا وقسموا البلد وبالقوة فصلوها وأعلنوها دولة واحدة. في حوادث أمريكا في 11 أيلول معروفة في أبراج التجارة، هم اللي فعلوها والموساد فعلوها وخططوا، لكن ماشي، هب أن المسلمين فعلوها. كم ذهب؟ 5000. حركوا أساطيلهم، أقاموا الدنيا، تدخلوا في مناهج التعليم، سووا قرآن جديد في إحدى دول الخليج اسمه الفرقان، جابوا آيات من هنا ومن هنا ومن هنا، دين كوكتيل، دين شوربة، دين سلطة، دين قذارة، وسووا هذا وعلموه بالمدارس كله. بدأوا يعتدوا، فتحوا السجون برا، أتوا بالناس سجنوهم بدون محاكمات. كل هذه المصايب. لاحظ من أجل 5000 هم نقول لهم هذول أولاد بلدكم، نحن أنت عم تغلط كل مرة أنت وغيرها، بيقولوا إنه هن ما نريد نصرتهم بس يكفوا شرهم عنا، بس ما نريد نصرتهم. أي ما نريد نصرتهم، لا نريد نصرهم ولا نريد مالهم، والله لا نريد مالهم. لكن السؤال هذا يطرح الآن للمشاهدين، كيف ننصر قضيتنا؟ أيوة، كيف ننصر إخوتنا؟ أولا ينتصر الشعب السوري بكل حقيقة بعد هذه التجارب الواقعية المؤلمة أن ليس له سوى الله ناصر. الله أكبر. أنت تحفظ القرآن، تذكرني بالآية أولا أليس الله بكاف كده؟ بكاف عبده. هذه الآية الله أكبر. أليس الله عم يسألك ويخوفونك بالذين من دونه. طيب الآن هذه الآية تهز ضمير كل إنسان، وهذه أنا خطاب اليوم للسوريين الأبطال أن يسمعوا هذه الآية. يسألنا الله وعلينا أن نجيب إجابة إيمانية عظيمة. أليس الله بكاف عبده، عباده، جنده؟ الجواب يجب أن يكون إيمانيا كما أن يكون باللسان، يجب أن يكون الجواب بالقلب قبل أن يكون بجان. نعم يا رب أنت كافنا، لكن متى حققنا العبودية؟ أليس الله بكاف عبده، وليس المعرض، ليس الكافر، ليس الظالم، ليس يقول عليه الصلاة والسلام في حديث من أعظم الأحاديث، يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يعلم ما له عند الله، ما له عند الله من محبة من أجر، فلينظر ما لله عنده، فلينظر ما لله عنده في قلبه. إذن يجب علينا الآن أول طريق النصرة، والله ينصرنا الله لو كانت أمريكا وأكبر من أمريكا وأصغر العالم كله مثل الأحزاب، يوم الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نحن اليوم في سورية الأبية نعيش غزوة الخندق، ونسأل الله أن يكتب لنا كما كتب لنبيه وأصحابه في الخندق عليهم الصلاة والسلام جميعا. ونخشى شيخنا أنه بعضنا يعيش غزوة أحد. اسمح لي شيخي، اسمح لي، أنا سيء أدب. لا 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 نعم،
بعض أو كثير من المسلمين يا شيخ يعيش مع مأساة معركة أحد، لما هزم أفضل جيش في التاريخ، جيش محمد عليه الصلاة والسلام، هزم أفضل جيش، أفراد أفضل بشرية بعد الأنبياء والمرسلين، هزموا لأجل مخالفة. لذلك عاتبهم المولى عز وجل قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو عندي أنفسكم. أنا أقول يا شيخ إنه سبب ما ينزل بالأمة بشكل عام شيخنا وما ينزل بسوريا هو نحن. والله كل إنسان كل مسلم يتحمل تبعات ما ينزل بالأمة بشكل عام وبشكل خاص. لذلك أناشد الناس خارج المملكة، خارج سوريا وفي سوريا، أن نسعى جميعا لوحدة الصف، لوحدة الصف ووحدة الكلمة ووحدة الراية، وأن نكون جميعا في قيادة واحدة لمواجهة هذا النظام. هذه أول نصرة. النصرة الأولى عفوا هي التوكل، الرجوع، تصحيح العقيدة، تصحيح الانتماء، العودة. يا أخي يعني الآن الله عز وجل يضربنا ولله المثل، كما يضرب الإنسان ابنه مشان يربيه. أحيانا بيخطئ الابن بيروح على النار ولا يشعر، تعمل له كذا على يده حتى تنبهه. الله عز وجل يفعل بنا حتى يقومنا يربينا. الأمر الثاني، إذا واحد بقي له أسبوع ما تحمم يحتاج نصف ساعة. نعم. إذا أسبوعين يحتاج ساعة. وإذا 50 سنة ينقع له أسبوع. أي لازم بدنا فترة. حتى أحسن لازم تقع. وفي كيس حمام عند الشاميين. نعم. بيستخدموه. فهذا إذا تكدس، ما بشوف بعض البدو بتكدس الوسخ هنا. نعم. فده هذا دلك شدة بيطلع معها دم. نحن كنا مقصرين وصار حق. نحن كنا مقصرين، ولكن اليوم يجب أن نصحو ونتجه بالطريق الصحيح. الأمر الثاني، أناشد إخواننا في كل مكان في الداخل والخارج. نعم. أناشدكم أن لا ننطلق من حزبيات ولا تكتلات ولا تجمعات أبدا، لا داخلية ولا خارجية. ما كل واحد يروح لي يدعم لي صاحبه ويسوي كذا ما نريد. إنما نريد وحدة الصف ودعم الجميع ما دام أنه صادق في إسقاط النظام، وأن تكون سورية حرة أبية مفتوحة الدعوة. هذا. أما نصرة الآخرين، نصرة الآخرين فيكون ذلك أهم شيء في الدعاء. يعني السوريون صاروا هم يبكون على الآخرين أكثر مما يبكي الآخرون عليهم. ليه؟ لأنه عندما أسمع أنا الخليجي، سعودي، بحريني، كويتي، قطري، كذا، الناس الأخوة الصادقين اسمعوا بيدعوا بالقنوت، والله أبكي من فرحي بإحياء الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية أحيت. اليوم يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. عندما أسمع القنوت الفجر تدمع عيني عندما أجد هذول اللي كل عمرنا يسبوا الوهابيين وبيشتموا الوهابيين وبيكفروا الوهابيين وبيفتروا على الوهابيين. الحمد لله أطفال الوهابيون اليوم يتصدقون بهم. والله جاءتني حصالة، بس هذا ممنوع إشاعته، بس أنا خربانة معي وخربانة ناس يا أخي دمهم تبرعوا ما بتبرع. جاءني واحد طفل حصالة أخذها من التحفيظ 100 ريال. والله جاءني 100 ريال جاي مع أبوه وجاب لي 100 ريال. هذه عظيمة عند الله، عظيمة جدا، تدل على صدق وإيمان. أنت قلت كلمة، قلت نعم. أن القضية السورية يا شيخ خيرا لنا، أيقظت فينا الأخوة الإيمانية، عودت كثير منا إلى التناصر وإلى الأخوة العقدية وإلى الوقفة وإلى أسقطت الأقنعة يا شيخ. يا أخي نحن على الهواء مباشر. مباشر أجل، يعني مو تسجيل؟ لا مباشر شيخي. طيب لما نبهتوني؟ كنت في كلمات ما قلتها. لا أبدا. الثورة السورية أسقطت الحدود الجغرافية اللعينة التي صنعها الاستعمار. الله أكبر. الثورة السورية أحيت المحبة في قلوب الناس كلهم. نعم. تجد النساء، والله نساء من الخليج ومن ليبيا، يعني حتى لا نهضم. مصر يا رجل، أنا اتصل اليوم مصري يريد أن يتبرع لي. طيب أنت مصر بحاجة. قلتها يا شيخ. فهمت قصدي؟ اليوم
اليوم اتصل. يعني مصر هي بحاجة، ليبيا يا شيخ لا تصل. امرأة في جبال عبد الكريم الخطابي، في جبال المغرب اسمها الناظور والحسيمة، امرأة اتصلت قالت أنا عندي جمع تبرعات بدي أرسلها. هذه بشائر يا شيخ، هذه بشائر.